احنا النهارده هنتكلم على الاحتواء بين الزوج والزوجه، الاتنين مع بعض مش واحد بس عشان ما نظلمش حد. تمام؟ ماشي. دايما الراجل بيبقى ساعات كتير قوي هادر حق مراته، ودايما مخليها مهمشه كده، الحق يتقال، ساعات ما بيديهاش حقها. تمام؟ فهي بتبقى دايما شايفه اللي هو جاي عليها في حاجات كتير قوي، فهي بالتالي برضه ما بتديهوش حقه، فالاتنين دايما بيخشوا في صدام مع بعض. فاحنا النهارده عايزين نعرف الزوج محتاج ايه من الزوجه، والزوجه محتاجه ايه من الزوج، عشان الاتنين يتفقوا ويتقابلوا وما يبقاش في مشاكل ان شاء الله في بيوتنا، وتبقى بيوتنا كلها سعيده باذن الله. الزوجه محتاجه من الزوج الاهتمام والحب، واللي هو يكون حاسس بيها ومقدر مشاعرها، حتى ما بيقولهاش كلمه حلوه، فبالتالي هي كمان ما بتقولهوش كلمه حلوه. فاحنا النهارده عايزين نقول للزوج اهتم بزوجتك شويه زي ما انت عايزها تهتم بيك. يعني مثلا عملت اكله حلوه، قول لها ايه الجمال ده، يسلم ايدك، حتى لو الاكله انت شايفها مش عاجباك قوي، بس هي ياما عملت اكل حلو وياما وقفت في المطبخ، مش معقول لما تيجي تقول لها ده طعمه وحش، ده ايه اللي انت عاملاه دوت، هو حد يعمل اكل بالمنظر ده؟ فانت كده بتكسر بخاطرها، فهي بالتالي هتكسر بخاطرك هي كمان، ومش هتلاقي منها اي كلمه حلوه. والزوجه نفس الكلام، لما جوزك يكون متضايق احتويه، حسي بيه، قولي له مالك، طب انت ايه اللي مزعلك؟ لازم يا جماعه نوصل لحل بين الزوج والزوجه، هما الاثنين ليهم حقوق وواجبات على بعض. زي ما انت بتحطي ايدك في جيبه كده وتاخدي مصروف البيت منه، لازم تديله حقه كراجل وكزوج في البيت. ما ينفعش يبقى هو كل يوم بينزل ويصرف ويشقى ويشتغل، وكل يوم بيعمل نفس الحكايه عشان يجي يديكي الفلوس على الجاهز، وانت مجرد شايفاه اللي هو فيزا كارت بس، اللي انت بتاخدي منه الفلوس وما بتعملش اي حقوق واي واجبات. فهو بالتالي بيديكي من غصب عنه، بيبقى مش عايز اصلا يديكي، ويقعد يقولك انتوا بتخلصوا الفلوس، انا بشتغل على الفاضي. لكن خليكي انت واخده بالك منه ومن طلباته، هتلاقيه هو اللي بيجي يديكي بنفس راضيه. فلما انت تراعي جوزك هو هيراعيكي، وان شاء الله مش هنلاقي اي مشاكل في بيوتنا. واتمنى لكم حياه زوجيه سعيده. شكرا. بصي اللي سقفوا الاطفال بس، اللي تقريبا مش فاهمين حاجه، الستات الكبيره ما سقفتش.